الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فإن في هذا الشهر ترفع الأعمال. عايز أقول لك خد بالك، خلي لك خبيئة عند الله عز وجل. خبيئة يعني إيه؟ الخبيئة دي عمل صالح لا يطلع عليه إلا الله، محدش يعرف عنه حاجة خالص. ولذلك الإنسان لازم يعمل لنفسه كده. ليه؟ لأن ده أعظم زاد يوم القيامة. تعال معايا لمين؟ لسيدنا علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان سيدنا علي بن الحسين يعمل إيه؟ كان يحمل أكياس الدقيق على ظهره بالليل، ويذهب إلى بيوت الفقراء والأرامل والمساكين، فيضع أكياس الدقيق أمام بيوتهم. بالليل يشيل يحمل على ظهره. وده مين؟ سيدنا علي بن الحسين رضي الله عنه، زين العابدين، ملقب بكده يعني. فإذا قام الناس إلى صلاة الفجر فتحوا أبوابهم وجدوا هذه الأكياس. وكان سيدنا علي بن الحسين يطوف على 100 بيت من الفقراء والمساكين، مش بيت ولا اتنين ولا ثلاثة، ده 100 بيت، وهم لا يعرفون من الذي يصنع لهم الأكياس، من الذي قدم لهم مساعدات ويجلب لهم الطعام، ما هماش عارفين. فبعض الناس لما يجي يطلع حاجة يقعد يعد قدام الناس ويقعد يعمل ويمشي بالنهار ويخبط وينادي. يا عم خلي لك خبيئة كده عند ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك هنا عرفوا منين؟ يعني السؤال اللي يقول لك ايه، طب ازاي الفقراء عرفوا ان ده سيدنا علي بن الحسين اللي كان بيحط لهم؟ لما مات رضي الله تعالى عنه وارضاه وغسلوه، المغسل وجد على ظهره اثار سوداء، فقال هذا ظهر حمال. ده راجل كان شغال شيال، وما عرفناه قد اشتغل حمالا. سيدنا علي بن الحسين عمره ما اشتغل ايه؟ حمال. فلما انقطع الطعام بموته عن 100 بيت كان يأتيهم هذا الطعام بالليل من مجهول، علموا أن الذي كان يحمل لهم الطعام في كل ليلة هو سيدنا علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سبحان الله. ده عمرك كله عملت فيه خبيئة كده؟ فكرت في الكلام ده؟ انتبهت له؟ ده أهل العلم يقول لك هؤلاء هم الأتقياء الأخفياء، بيخفي العمل حتى عن أقرب الناس إليه. لو يطول إنه يخفيه من نفسه يخفيه ليه؟ لأنه عايز رضا ربنا سبحانه وتعالى. الموقف ده بيرفع شأن الإنسان في الدنيا والآخرة. والله اللي بتعمله هيجي لك. ربك قال كده في القرآن الكريم، قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولذلك أعظم زاد يوم القيامة هو ده، الخبيئة اللي الإنسان بيخبيها عن الناس ولكن يطلع عليها رب الناس. فأنت خد بالك من أعمالك في شهر شعبان، وجعل لك خبيئة. ليه؟ لأن الخبيئة دي بيبقى ثوابها لا يعلمه إلا الله عز وجل. لأن الخبيئة دي هي دي اللي بتنجيك من نار يوم القيامة، وهي دي اللي هتدخل معاك القبر. هتترك المال لأولادك؟ لما تحطه لنفسك يا أخي، حطه قدامك يكون معاك في قبرك يوم القيامة. والحديث بقية. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.